أجزم لك وبالعشر أن هناك من لم ينم ليلة مباراته ضد برشلونة بيب. المعني غير ملام لأن من يلومه أصلا لم ينم قبل ذلك، وهم جميعا في دوامة واحدة. قليل من كان يملك الثقة لمواجهة ذاك البرصا، وإن كانت تسمى ثقة فهي مزيفة، لأن كرة القدم التي لعبت في تلك النسخة هي بلاي ستيشن تتحكم فيه أرجل ليو وأندريس، ويمكنك أنت أن تتخيلهما أداتي تحكم. غوارديولا كان يحرم خصمه من الكرة لدرجة أنك ستغير القناة وتعود بعد ذلك والخصم لم يلمسها بعد. تلك لم تكن كرة قدم، بل هي أفلام تعبر عن اضطهاد ومعاناة، سواء للاعبين في الملعب أو لمشجعي الخصوم خلف الشاشات. لما تدفع تذكرتك وأنت تدرك أن فريقك سيدخل للركض ويخرج؟ فالبارسا في ذلك الوقت كان يمتلك الكرة لأكبر وقت ممكن ويسترجعها في أقصر وقت ممكن، وفي كلتا الحالتين أنت خسرت أموال التذاكر لتشاهد الحرمان في أبهى حلله.